يا جماعة عاملين ربكم بخير، جايلكم بحلقة جديدة وكلام جمهور، مش على ماتش واحد، على ماتشين مقصرين معاكم الفترة اللي فاتت، ولكن معلش والله طالعين من عيد وكنا لسه طالعين من امتحانات، خدنا هدنة بس شوية ورجعنا على طول لماتشين هم خطيرين جدا، وماتشين فعلا يقول لك ليالي دوري الابطال الجميله جدا جدا، سواء ماتش برشلونه اتلتيكو اللي هنبدا بيه الكلام او ماتش ريال مدريد وبايرن. الماتش اللي ممكن يكون بالنسبه لك هو امتع بكتير قوي 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 بالنسبه لنا، لا استمتعت جدا جدا جدا، لان من وقت طويل قوي ما اتفرجتش على ماتش كان فيه كميه الاجوان الحلوه قوي، اللي هو ده يجيب جون فده يجيب جون ده يجيب جون ده تك 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 تفضل كده. لا بقالنا كتير قوي ما اتفرجتش بصراحه على ماتش بالجمال ده. فتعالى بقى نبدا ماتش. تعالى نبدا الاول بماتش برشلونه واتلتيكو، الماتش اللي من الاول كده كل جماهير برشلونه قلقانه، فجماهير اتلتيكو مدريد هي قلقانه 24. جماهير برشلونه تقول لك يبقى متخلف برضه لو كسبناه تاني وعملناه تاني على نفس الملعب بتاعهم، يبقى غبا بصراحة يعني. وانا كواحد من الجمهور كنت بقول كده، لو خسر ديجو سيميوني فده مش غبا يعني، ده خلاص ده يتعملوا تمثال بالغباء يعني، ان مرتين ورا بعض ريمونتادا من 5-0 وان انت 2-0 وخلاص تنزل تأمن يا باشا وزي الفل. ولكن نبدأ الماتش يمين يامال بكوبري يعني عالمي لعم موسو اللي واقف في الجون ده، هوب وتقول ها 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 هي 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 وعم عبد الباسط حموده يخش لك. ولكن شوط اول برشلونه هي اللي ضيعت الماتش من ايديها، شوط اول كان يخلص عادي جدا. لو كان جه الفرص دي لاتلتيكو مدريد كان ممكن تخلصها بشكل كبير، ولكن انت ما عرفش، كان حظك لا موفق على الاطلاق. وجماهير ولاعيبه برضه برشلونه كنت تحس ان في تراخي شويه كده بعد الهدفين اللي جابوهم، تحس ان والله احنا تمام زي الفل، الى ان يأتي هدف هو نسخة أتلتيكو مدريد جابوها فيك يا بعيد 6 مرات. يمكن انت لعبتهم السنة دي بس بتاع مش عارف 6 مرات، يمكن مرتين كاس، مرتين دوري أبطال، مرتين دوري لا ليجا، 6 مرات يا بعيد. هي نفس الكورة بنفس كورة لوكمان اللي ضربوك بيها في كأس الملك. ولكن هل نسكت مثلا على كده نقول طب والله الحمد لله ماشي وكانت غلطه وعاديه؟ لا، لازم الطرد اللي في كل ماتش اللي خلاص بقت مكتوب على جماهير برشلونه اللي هي اخرى مش قادره. ولكن لو هتسالني انا يعني اقول لك والله وده ممكن اكتر طرد يمكن انا كنت شايفه صح بصراحه من ضمن كل الطرود اللي انتوا خدتوها في الماتشات اللي فاتت، ده اكتر قرار انا شايف ان انت لا يا ابني انا شايف انت عملت الصح. هو الواد خلاص كان رايح يجيب جون، الواد كان رايح خلاص، هو كان داخل ال 18، فلا صح جدا ان انت توقفه، ان انت بقيت فريقك ان انت والله احنا هدف بس نجيبه. غريبه برضو فليك، غريبه قوي اللي عمله في الماتش، كان عندي شويه تحفظات عليه في التكتيكات اللي عملها وفي في التبديلات كمان اللي عملها، ان انت تسيب داني اولمو كل ده يا باشا بيلعب، وهو داني اولمو من اسوأ لاعيبه برشلونه في الملعب في الماتش ده بالذات. كان قرار غريب جدا ان انت مثلا تطلع كمان فيران توريس اللي والله ممكن كان بيقدم مثلا عبث في الملعب، ولكن والله كانت الكره ماشيه معاه، جاب له هدف وكان جاب له هدف تاني اتحسب اوفسايد اصلا ما تعرفش اللي هو. انا قلت الكره ضاعت لقيته بيستلمها باريحيه وبيحطها ببطن رجله، اللي هو يا ابن اللعيبه هي مشيت معاك بس بالهوب كان فيها باظات قبل كده فمشيت مع التيكي تاكا، وقلنا يلا تيكي تاكا جديده وبيفننوا لعب وفن وهندسه يعني نادي الزمالك بتاع الدوري الاسباني. ولكن اتحسبت اوفسايد، تطلعه وتنزل ليفا مش ماتشو خالص بصراحه. ليفا بيلعب على الكور الطويله اللي في الراس يا معلم، وهو اساسا رصصهم لك عم سيميوني. فانا شايف كان قرار غلط جدا نزول ليفاندوفسكي، بل وكمان انت زدتها نزل اراوخو يلعب مهاجم. يا ابني انت عايز حد يتحرك لك، انت عايز حد يعمل ثغرات عشان يعرف يمين يامال يخش. برداشغي اللي انت نزلته
وخليت يمين يامال افضل واحد عندك في الفرقه تقلبه الناحيه الثانيه عشان برداشغي يلعب في الرايت وينج. يعني معلش، يعني ما ينعل ابو برداشغي على اللي جابوه، ما يلعب ليفت وينج يعرف يلعب، معلش ينعل ابوه يا عم، انا اسف يعني. مين روني برداشغي اللي انا يعني نجم من النجوم اللي منزله مخلي يمين يامال يلعب لي ليفت وينج على مكان مش مكانه علشان انت تنزل تلعب؟ يا عم ما تغور في 60 داهيه. الواد يمين يامال عامل لك ماتش يعني مش طبيعي. يمين يامال ما شاء الله عليه، يعني الواد في سن ال 19 او يا عم قول 20 وبحبحها بايدك كده شويه، الواد واكل لك فرقه اتلتيكو مدريد، واكل الاخضر واليابس عليهم بصراحه. يعني لا تيجي انت تقوم غير بقى عشان برداشغي اللي انا منزله يلعب لي في الرايت وينج المكان اللي بيعرف يلعب فيه. ما طز يا عم، ما طز ان شاء الله عنه. انت نزلته ليه اساسا ما تعرفش، بس هو ايه، مهاجم عندي على الدكه فيلا نزله. زي ما نزلت اراوخو، هو مش مهاجم بس يعني على راموس يعني، والكلام الحلو ده انزل والله كان هيجيب لك جول ممكن من الهبل اللي كان بيعمله. ولكن اراوخو الكوره كورتين يعني، والكوره برضه يا اخي سبحان الله غريبه جدا. ليفا انت منزله عشان الكورات دي، اراوخو ماشي انت منزله ممكن عشان ضربه ركنيه يعني، بس ليفا المهاجم الاساسي اللي انا منزله علشان اللي هي الركنيات دي، سبحان الله الاثنين يجوا لاراوخو. مفيش كوره تيجي ليفا عدله بصراحه. الحكم برضو عايز اقف عند الحكم يا جماعه، كان سيء جدا 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 النهارده بصراحه في الماتش. لا يعني 8 دقايق اول ما الجماهير زي ما تعمل لك ماتش خلص يا عم، في ايه 8 دقايق ولسه كان في لعيبه وقعت، كان ممكن عادي جدا تلعب على الاقل نص دقيقه كمان او دقيقه، ما كانش حد هيقدر يقول لك حاجه. ولكن حكم قالوه جدا جدا جدا. انا شايف في ضربه جزاء فيها وعليها والله بتاعت يمين يامال، ولكن لا، حاسس ان هو كان حكم ما كانش على قد الماتش بصراحه. حاسس ان الحكم لا هدى من الماتش كمان اكتر واكتر، خصوصا ان اتلتيكو مدريد لقوه قال لك يلا انا معايا عربجيه اساسا، يعني زي ما بقول لك كده. انا اسف، ده كمان ديبول ماشي من عندهم. سيميوني لو حد نفخ في ودن اللاعب من عنده بيعمل فرح على خط المدرب ده، معرفش بيسموه ايه يعني، اللي هو خط المدرب ده او بره يعني على الدكه، بيعمل حيصه وزمبريطه واللعيبه جوه الملعب يلا. ومع الجماهير الحكم كان بيحسب كل تنتوفه، يعني اي حاجه بتحصل فاول مش عارف ايه، خد انذار، خد إيه لحد الطرد. ولكن انا برضو حسيت ان لاعيبه برشلونه هي خلاص، يعني حسيت ان في نهايه الشوط الثاني كده اللي هو حتى في الوقت ما حسب بدل يضيع والله انت كان شكلك شرس وكان وضاغط وكله، بس ده وقت التيكي تاكا، ده وقت بقى ان انت ورينا يا معلم العب. لا بالعكس، حسيت ان كل لاعب هو واقف في مكانه وراضي جدا بالنتيجه. حاجه غريبه جدا جدا جدا. تحس ان هم برضو اتعلموا من الدرس، اللي هو انا شفت الماتش ده في الكاس وكنا 5 ورجعنا وقفت برضو على نفس الجون ولا اي حاجه حصلت. فتحس خلاص ان العيال جالهم برود، اللي هو لا ماشي انا بالفريق ده بالرصرصه اللي هم عاملينها انا مش هجيب الجون، فكل سنه وانت طيب وربحانه قوي. وبرده الحظ ما كانش ماشي مع برشلونه في كام كوره كده من الكوره. تعالى بقى نسيب ماتش برشلونه واتلتيكو مدريد ونخش على الماتش الروعه روعه 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 الثاني، ريال مدريد وبايرن ميونخ. الماتش اللي من الثانيه الاولى هدف لريال مدريد يشعل الدنيا اكتر واكتر، بل يرد عليه يا معلم الناحيه الثانيه. بايرن ميونخ انت جبت جول، طب يلا ادي هدف، هوب ريال مدريد، هوب بايرن، هوب ريال مدريد، هوب بايرن. بصراحه ماتش متعه، انا بصراحه كواحد مش عارف اقول انا استمتعت بايه. بصراحه استمتعت بماتش بايرن وريال مدريد، ولا ماتش والله اتلتيكو وبرشلونه اللي كان فيه نديه، يعني مش نديه، كان قصدي ان هو ضرب وغشوميه ولا الماتش اللي فيه برضو ماتش برشلونه فيه متعه كرويه. ولكن انا قصدي اللي هو فيه متعه كرويه من حيث الاهداف بقى، اللي هو بقى لنا كتير ما اتفرجناش على ماتش فيه 6 جوان. و 6 جوان ايه زي ما بقول لك، طخ 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 طخ، مش 6 جوان لفريق واحد فتحس ان الفريق اللي ضده مثلا بعد الجول الثالث
هتدخل الرابع، دخل يا عم الرابع، الخامس خش، السادس اديله. فلا ماتش كان بصراحة حلو جدا 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 من 2 مدربين كويسين جدا، وخصوصا كومباني يا جماعة، اللي معلش يعني الراجل ده احنا انتقدناه كتير قوي، واللي هو إدارة البايرن جايبين واحد هبط مع بيرلي ومش عارف ايه، الى ان الراجل مكسر الدنيا، خد الدوري الالماني. هتقول لي اي حد بياخد الدوري الالماني اقول لك هو خده من بدري قوي، يعني خد الدوري الالماني، بيكسب الكبير والتخين والرفيع وكل اللي انت عايزه يا معلم. فبصراحة بيعمل اداءات لا حلوة جدا جدا جدا، الفريق حتى تحت قيادته بقى حلو جدا. تتكلم في واحد زي اوليسيه عالمي، موسيالا معاه، كين، بافلوفيتش، ستانيشيتش ده ولا تقريبا ستانيشيتش، حتى اللي راح جابه والفونسو ديفيز، كل الناس دي تلاقي ناس كتير، تلاقي حتى كارل بيطلعوه من الأكاديمية. فبصراحة لا ماتش ويعني أداء حلو جدا جدا من كومباني مع بايرن ميونخ. وماتش كان زي ما بقول لك هو عالمي، علامة استفهام على مانويل نوير. انا مش عارف يا عم الحاج انت حلو ولا وحش ولا ايه، يعني انت في اول الماتش غلطة غريبة وكنت هتغلطها تاني، وحاجات غريبة جدا، الى ان بيصد كورة اعجازية من امبابي، مش عارف مش فاكر بصراحة كان مين اللي عملها له كورة اعجازية، ايديه كده صدت. حتى امبابي لو فاكر الاعاده قال لك يخرب بيت امك انت رجعت، مش ما كنت بتعرفش تصد. ما تعرفش مانويل نوير ده ايه، غريب جدا. وانا استغربت جدا من الغلط اللي عمله في الجون الاولاني، لان مانويل نوير مصر مين الامه كلها بتتكلم قد ايه مانويل نوير هو ممكن ينزل يلعب لك في اي مكان في الملعب عادي جدا، هيبصي لك كرات حلوه وصح 100%. فكان غريبه جدا، حتى هو تقريبا استغرب من نفسه يعني. ولكن اردا جولر بصراحه بيحط الهدف حلو جدا 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 بصراحه. اي نعم هي كانت هتخستع منه، ولكن والله اربلوا خد بصراحه ريسك كبير جدا. الماتش ده حاجه برضه ذكيه جدا، قال لك كاريراس انت خلاص كفايه نجيله لحد كده كلتها، اقعد لي بره، انزل لي فيرلاند مندي، انت مش حلو بس انت فرنساوي على فرنساوي، ما يبقاش كرواسو يا معلم، انا اسف على انا اسف. والله وعرف يوقفه، عرف يوقف اوليسيه، مش زي جمدان الماتش الاولاني نهائي. بصراحه النهارده لويس دياز هو اللي كان فايق جدا جدا جدا. النهارده برضه فينيسيوس جونيور كان ماتش عالمي من فينيسيوس جونيور ومن اردا جولر، الاثنين دول بالذات، وخصوصا اردا جولر اللي من ساعه يا جماعه تشافي الونسو بنقول عليه ان هو لاعب عالمي وحلو جدا، بيكمل نفس المسيره مع اربلوا، مع كمان ان النهارده اربلوا بيديله بشكل اكبر في الماتش، ممكن كان عادي جدا يطلعه في ماتش زي ده. ولكن البايرن يا معلم، وزي ما بقول لك كومباني بيسجل وبيدي عليهم في الماتش تماما بالهدف كمان الرابع اللي بيجيبوه في اخر الدقايق، في وسط ما الريال بتهاجم بكل قوتها، واللي هو يلا والله ممكن اجيب جون بالسيناريوهات المجنونه وسيناريوهات ريال مدريد اللي بنجيب جون في دقيقه دي، جونين في دقيقه ممكن. ولكن كومباني زي ما بقول لك مدرب عالمي، ما عندوش حاجه زي دي يا معلم. يلا بو الاول ما ننامش يا رجاله، بو التاني ويخلص الماتش على كده بماتش عالمي بصراحه. وانا متشوق جدا للماتش اللي جاي، مكان ايه ما بين بايرن ميونخ وما بين باريس سان جيرمان، اللي هيبقى ماتش عالمي. ماتش هيبقى يا رب الاثنين يبقوا بكامل صفوفهم بصراحه في الماتش ده، عشان هيبقى حته ماتش يا جماعه خطير. وانا يعني لو مين بيلعب الناحيه الثانيه بصراحه اقول لك ما تتفرجش عليه بنسبه دشليون في الميه، واتفرج على هذا الماتش. وبرده اخر حاجه بقى عايز اتكلم عليها ريال مدريد والموسم الصفري. طب هل والله نمشي اربلوا؟ طب هل نخلي اربلوا؟ انا بصراحه يا جماعه شايف لا، انتوا تخلوا اربلوا. بصراحه اربلوا بيعمل حاجات معلش بقى كتير قوي ما اتعملتش في النادي، ان هو اصلا يطلع لاعبين من الاكاديميه ويبداوا
يلعبوا اساسي، فدي تقريبا ما افتكرش انت عملت. هتقول لي راؤول اسينسيو، اقول لك يا راجل حرام عليك، ما تشوف دلوقتي راؤول اسينسيو كنت في الصيف اللي فات ولا في الشتاء اللي فات، الموسم اللي فات ده موسم الانتقالات، روح فينربخشة، روح فينربخشة، فاكيد مش حلو. ف يعني بصراحه الراجل عامل اداءات كويسه جدا جدا، فانا شايف لا استمر بيها يا معلم. هتقول لي والله ممكن اراولا، ممكن مش عارف مين، ممكن مين، ما اعتقدش حد يمشي معاه، هو نفس تقريبا فكر انشيلوتي. فانت عندك اهو مدرب سؤنتت يقعد معاك عندك 30 سنه لحد والله ما ايه، لوكا مودريتش يعتزل يجي يمسك مكانه، فمودريتش يعتزل مثلا فالله، فتلاقي فالفيردي مثلا او تلاقي حد يجي يمسك مكانه على طول، ويبقى كل سنه وانت طيب، ونفضل في نفس الايرا الغريبه دي يعني. ده كان كلامي بصراحه ماتش يعني بايرن وريال مدريد، ما عنديش كلام كتير اقوله، لان بصراحه الماتش يا جماعه كان حلو جدا جدا جدا، فمش عايز افضل اتكلم فيه كتير، لان انتوا اكيد شفتوا الماتش ده. ماتش برشلونه واتلتيكو، فهو كان في ماتش برده الليفر، كان ممكن ناس كتير كنت بتتفرج على محمد صلاح، فده اللي حبيت ان انا اتكلم فيه اكتر. فبس كده نشوفكم في فيديو جديد على خير، ربكم يومكم سعيد. كان معاكم اشرف، ناس كل شويه، مش لايك سبسكرايب، والله سلام.